بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. احنا نص رمضان، ربنا يجعله خير ومحبة وسلام على الأمة الإسلامية وعلى مصر وعلى مدينتي بورسعيد. النهاردة جاي أتكلم على حاجة بتخليني فخور بالثقافة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة المصرية. في فنان اسمه محمد أبو المجد، وهو بيرسم لوحات عربية ولوجوهات. أنا الفنان الكبير خضير البورسعيدي كان عارف ان انا عندي برنامج باللغة العربية اسمه ابن الحارة بياع الأحلام، فأهداني لوجو البرنامج وعجبني طبعا. وانتوا عارفين خضير البورسعيدي من الناس اللي انا بعتز بيهم وبعتز بفنه، ولكن ليه تلاميذ انا حبيت اساعدهم. فمحمد ابو المجد عمل شوية لوجوهات وشوية شغل لأصحابي هنا في أمريكا، اللي هي الشركات الأجنبية اللي هي بتعمل شغل في العالم العربي. فكان في شركة بتعمل كرسيهات اسمها كرسي ديفا، وطبعا في العالم العربي اسمه مشاد ديفا. فعمل لي اللوجوهات وكانت جميلة جدا جدا. حتى المحلات اللي اللوجوهات بتتباع، الكرسيهات بتتباع فيها في مصر، عمل لها لوجو للمحل. مس رحمة، ميسز رحمة في المهندسين وفي أكتوبر والمنصورة وفي كل حتة. وعمل سوها ستايل في القربة وفي وسط البلد. وعمل كمان أهداني اسمي باللغة العربية. شغله ما شاء الله، أنا بفتخر بشغله. وحتى ليا صديقي لسه فاتح قهوة في أمريكا، فعمل له لوجو جديدة اسمها قهوة زمان. وليا صديقي حبيبي ميكو عنده برنامج بيطلع من لندن في قناة الغد اسمه أكلات ميكو، فعامل لوجو جميلة. أنا بحب أساعد الشباب اللي عنده موهبة ان هو يوصل للعالمية، وده من الحاجات اللي انا بفتخر فيها. لو انت عندك حاجة بتعبر عن تاريخنا واحلامنا وثقافتنا، ليه لا العالم كله ما يشوفهاش؟ فعشان كده محمد ابو المجد ارجو ان انتوا تزوروا الويب سايت بتاعه وتزوروه على الفيسبوك. هو اسمه محمد ابو المجد باللغة العربية، هو صديقي في الفيسبوك، فزوروه هناك. وان شاء الله ان شاء الله اي فنان عنده موهبة لابد ان احنا نساعده ان هو يوصل للعالمية. وحلاوة الانترنت دلوقتي ان انت ممكن تسوق شغلك في العالم اجمع. فانا فخور بالفنان المصري الأصيل تلميذ خضير البورسعيدي الفنان محمد أبو المجد، وأرجو إن هو يستمر في عمله وفي فنه عشان يوصل العالم أجمع ثقافتنا وحضارتنا، ونقول إحنا عندنا حاجات نجيبها للعالم. هم اي نعم بيعملوا كمبيوتر وبيعملوا كده، بس الشركات الكبيرة بتفتش على حد يكتب. ما عادش مش عاوزين الكمبيوتر، لان الكمبيوتر عادي كله بيعمل كده، لكن ايد الفن، ايد المصري وهو بيكتب اللغة العربية واللوحات دي ما شاء الله. زي مثلا اللوحات اللي بتتعمل في دمياط، وهو هو من دمياط، محمد أبو المجد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. ويا أعز الناس، ربنا يحمي مصر وأهل مصر من الفتنة، وربنا
يسلمنا ويطلعنا إن شاء الله على خير، ونقدر نقضي على أعدائنا، أعداء الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سيد بدرية، قشطة عليكم.